في الفيديو اللي فات كشفنا العربية وشيلنا الحاجة من عليها ونزلنا كل الهدوم والقرف اللي كان فيها، ودلوقتي هنطلع كل حاجة جوه العربية. نشيل بقى الكراسي ونشيل القرف والزبالة اللي جوه العربية ده، ونبدأ ننضفها واحدة واحدة عشان السمكري لما يجي يبص على العربية ويشوفها يشوف كل المشاكل اللي فيها وكل العيوب اللي فيها، ويعرف هتتكلف كام بالظبط ويعرف هيعمل فيها ايه. نشيل بقى التراب اللي عليها بقاله سنين ده. وهنا كنت بحاول افتح الباب اليمين بتاع العربيه بس ما كانش راضي يفتح خالص، وحاولت فيه كتير وفضلت اشد في الاكره، بس يعني هو قال يعني المسوجر بتاع العربيه مقفول وكده. طبعا سجل العربيه من جوه مش باين اصلا من كتر التراب اللي عليه. انا طلعت من العربيه دي رمل وزلط يكفوا يبنوا عماره. نروح بقى نكنس وننضف الجنب التاني عشان نجيب الميه ونغسل العربيه كلها من جوه ومن بره. عايز اقول لك ان العربيه بعد ما نطفت حاسس ان هي بقت يعني شبه عربيه كده، فاهمني؟ اي نعم لسه فيها شغل كتير، لسه فيها سمكره وبويه وكهرباء وفرش وقصه حزينه كبيره، بس هي العربيه بدات تظهر، يعني بدا ملامحها تبان. وجبنا خرطوم الميه عشان نحمل العربيه ونديها دش محترم ينزل كل الطين والوساخه اللي عليها. اقلب بقى الموبايل واتفرج على العربية بعد ما غسلناها وخلصناها وجهزناها عشان السمكري يجي يبص عليها ويشوف هيشتغل امتى وازاي. وقول لي بقى لسه شايف العربية ما تنفعش ولا كده هتنفع؟ وما تنساش بقى تعمل لايك ومتابعة وتستنى الفيديوهات الجاية اوريك كل حاجة بالتفصيل واحنا بنشد العربية دي نصلحها. اوريك البرومة دي كلها بعد ما تتعمل بإذن الله، وكل الكلام ده كله هيتشال وهيتقص ويتعمل من اول وجديد، واحبط كل واحد قال ما تنفعش. بص الحوض بتاع العربية فابريكا من جوه على فكرة، وكل الكلام ده صدى، مفيش برومة جوه، يعني العربية من جوه الحوض بتاعها كله سليم. اوعى تنسى اللايك والمتابعة.